أكتر شي بيعاني منه اللي معه سيلياك أو حساسية من الجلوتين إنه يلاقي خبز طيب وطري وسهل إنه يعمله. جبتلكن وصفة بطحين الرز ولا أسهل من هيك. أهم شي بس خلصوا منه يفطر تحطوه بالفريزر وتستعملوه بالتدريج وقت الحاجة. أول شي حطيت معلقة كبيرة خميرة عليهم معلقة صغيرة سكر وشوية مي دافية وتركتهم على جنب. بالطنجرة حطيت كوب مي، حطيت عليهم معلقة صغيرة ملح، معلقة كبيرة شيا مطحونة خالية من الجلوتين ومعلقة زيت كبيرة. وبدنا كوب من طحين الرز بس بدنا نحطه بالتدريج، منخفف النار ومنرجع منحط الكمية كلها. وبعدين بس تصير معنا تقريبا مثل قوام العجينة منتركها لحتى تهدى وتبرد. بس تدفى معنا وتبرد شوي منحط خليط الخميرة ومنعجنها. هون كتير مهم إنه نعجنها كتير لأنه لحتى تعطينا نتيجة حلوة. بنتركها ترتاح لنص ساعة أو ساعة وبنرجع منقطعها. تقريبا أنا عملت لي 5 قطع على 6 وكورتهم وحطيت رشيت طحين خالي من الجلوتين لحتى ما تلزق معي. حطيتهم على التقلية وبالتدريج شوي شوي لحتى تنفخ معكم، كون طولوا بالكم شوي. ونتيجة طلعت كتير طيبة نكهة. فيكن تستغنوا عن بذور الشيا منا أساسية، وفيكن تستبدلوها مثلا ببذور الكتان كمان تطحنوها وتكون كمان جلوتين فري. ولا أطيب من هيك طلع خبز. جربوه ألف صحة.